احنا بقى عندنا في مصر للاسف بجد مش هزار. كان حتى الاستاذ محمد صبحي بيتكلم في القصه دي. بص لازم يقول لك في فنان دخل في الموضوع. لا ده فيديو متداول، مش انا اللي بتكلم. سنة كام؟ لا والله كان يتكلم يقول لك فلان طلق فلانه او فلانه مش عارف ايه، او رفعت قضيه على فلان. الصحفيين يتكلموا ومصر تتكلم وبرامج وصحفيين، حد ياخد جايزه في مجال مهم على الله الحكايه. ولا خبر في القناه وتيجي علينا احنا بقى، ودي في الاخر خلي بالك بتيجي علينا احنا. ان الناس بتمنتج بقى، بتشوف ان كل الاخبار المتداوله عننا هي الاخبار الشخصيه، المشاكل، الاخبار اللي احنا اصلا ما صدرناهاش. يعني انت سافرت تصيف، انا حر سافرت تصيف، اما ينزل عنك خبر بقى انتوا بتوع الهشك بشك وبتاع. لا انت بتشتغل كام ساعه، بتعمل مجهود قد ايه، انت بتحاول قدر الامكان ان انت تعمل حاجه كويسه. لا ده في حاجه تانية تشيلك، كل ده مش مهم، كل ده مش مهم. ده في حاجه تانية تشيلك اكتر بقى. الجديد بقى اللي طالع اللي هو العيال بقى اللي هو يقول لك انا صحفي، هم مالوش علاقه بالصحافه، هو ماسك موبايل وانت رايح تعزي، خلصت العزا هو ماشي وراك لغايه العربيه. ليه؟ السؤال بقى يعني ليه؟ لا طب لو سألك بقى السؤال بيبقى ايه؟ تحب تقول ايه للمتوفي؟ هقول له ايه؟ اول مصحف هقول له ايه؟ وتقول ايه لعيله المتوفي دي مثلا مفهوم، بس تقول ايه المتوفي؟ هقول له ايه؟ هقول له ايه؟ انا كنت قلت له وهو عايش يعني. يا جماعه ايه اللي ممكن هو دي بتحصل في كلام بين اللي عايشين فوق واللي تحت. لا وبعدين يعني في كلام الناس دي تعرفه احنا ما نعرفوش. 40 يوم لا وتبقى خارج من المقابر مثلا في حاله انت متضايق جدا، واحد دفن زميل او دفن صديق ليك، تقول بقى لله فتره تقول حياتك تقول ايه علاقتك ايه؟ هقول ايه علاقتي بايه في امتى؟ عمرو عبد العزيز يثير الجدل في ايه بالظبط؟ هل بتحب تثير الجدل؟ خالص. لماذا تأخر زواج عمرو عبد العزيز؟ هل عمرو عبد العزيز اصبح في دور العنوسه؟ لا لا ساعات لا ساعات بيه انا هقول كل حاجه. اقول انت في 3 اسئله اتسالوا. لا دور العنوسه لا يا فندم، انا مش عارف لسه، انا لسه الحمد لله ولد ولود. انا لسه ولد ولود. انت لسه ولد ولود. السؤال الثاني يا استاذ، القطر اللي فاتك ما فاتش. ليه ما فاتش؟ اخد اللي بعده. السوبر جيت قطر فاتني، هاخد السوبر جيت. هو انا هفضل واقف على محطه القطر فاتني. ليه عمرو عبد العزيز ما اتجوزش لغايه دلوقتي؟ النصيب والله النصيب. بص لك على حاجه، انا الكارده مش كاري الجواز وقرنا خالص كلنا على فكره. يعني متجوزين يا حبايبي، هي فرصه يا حبايبي. مش قصدي قولها تاني. انا قصدي قولها تاني لوحدها. مش كار عربيه. مش كار. It's not a car. يعني لينا يعني الجواز مش عربيه بتسوقها. Let's take another car. لا مش another same car، بس الجواز مش عربيه بتسوقها وتسيبها. الجواز حياه. احنا عشان اتكلمنا فرانكو فانت تهت. احلى حاجه فيكو ان انتوا الاثنين حودتوا، عشان عارفين انتوا ممكن تيجوا تباتوا عندي بالليل. احلى حاجه يعني ايه اللي هو هتخلصوا الحلقه الاقي وعمرو انا جاي لك. هو انت بايت فين النهارده؟ انا جيت لك. انا جيت لك. يعني انتوا ما شاء الله انتوا كل واحد فيكم راجل بيقول كلمه حاضر بترج البيت. حنفي خلاص هتنزل المره دي.